الكرة بعد ذلك مرتدة في مكان سليم، تعود الكرة إلى لامين لو كسر، حاول فيها، عدى فيها، تقدم فيها، تصويب. الله منذ يومه الأول أخبرنا بكل شيء، بإمكانك معرفة الناجحين من البداية. لقد كان واضحا مع الجميع، لقد كان واضحا مع الجميع. انظروا إلى بدري، إنه يلعب بعقله وقلوبنا وبالكلاسيكو. يا للتصويبة، يا للضربة يا بدري، يا للإنهاء في الكرة. شوف من بيلينغهام مقطوعة، شوف التمريرة بعد ذلك. يا سلام على التمريرة، هل أنت صاحب التمريرة؟ الله على كرة لامين يامال بعد ذلك في المرور، لامين يامال بعد ذلك في الاختراق، لامين يامال بعد ذلك في الصناعة. انظروا إلى بدري، انظروا إلى بدري، هذا ما يدور حول نفسه، هذا ما يدور، هذا يخليها تدور، يخليها تدور. يا نايم لكرة قد تكون أيضا مخادعة، لكن لوكا مودريتش وكيليان امبابي يتقدم. الله لم يصل إلى هنا من أجل كأس الملك، ولكنه الكلاسيكو، ولكنه الدار يا كيليان، ولكنه كبرياء ريال مدريد. من أجل كبرياء مدريد وتاريخه، من أجل اسمه، من أجل مجده، من أجل ماضيه، من أجل اعتذار عن الموسم. كيليان امبابي رجل لا يترك نهائيا بدون بصمة، قد لكنه يفوز. يا كيليان، أي تنفيذ، أي كرة، أي تصويبة، الكرة تستمر خلفك يا جزري مستحيلة. للحارس يا لكيليان، إنه يعرف ماذا يعني الكلاسيكو، يعرف ماذا يعني كارلو أنشيلوتي. دماء الجديدة، الضربة الركنية يا أردا جولر، العرضية الرأسية. الله لا يمكن القبول بالوضع في هذا الموسم. هذا ريال مدريد سيقف من جديد ولو على قدم واحدة، يقلبون الكلاسيكو بريمونتادا في شوط المباراة الثاني. الرؤوس ترتفع، القلوب مثقلة، لكن الرؤوس مرفوعة يا كارلو أنشيلوتي. إنه تشواميني سيسجلون بلاعبيهم وإن اختلفت الأسماء. إنه يرتقي عاليا، يقفز عاليا. ريال مدريد يريد أن يعتذر لجماهيره اعتذارا، والكلاسيكو فرصة مناسبة. يا للعرضية، يا للارتقاء، يا للرأسية. الوضع في هذا الموسم لا يمكن قبوله. ريال مدريد يريد أن يستعيد كبرياءه. 2-1 مشاهدينا، الطرف الأفضل في الشوط الثاني يقلبها. كرة القدم لا تحسم في شوط واحد. شوف ريال مدريد بطريقة العودة التي يحبها، بنتيجة 2-1 بكرة راسية لم تكن من كريستيانو كما كانت في ذلك النهائي، لكنها كانت من تشواميني. انه يرتقي عاليا. الكرة بترجع مرة اخرى، لم نشاهد فيران توريس. هذا لامين الان للرد على كل هذا الكلام. التمريرة في المكان، المحاولة. الله للأبطال رافينيا، وللدوري ليفا، والكاس بالتالي لفيران توريس. مشاهدينا، هداف البطولة أولى بالتسجيل من الجميع في الكوبا ديل تمريرة يامال بهدف، تمريرة الساحر بهدف، سادس أهدافه في الكلاسيكو. إنه فيران توريس. للأبطال رافينيا، وللدوري ليفا، وللكاس فيران توريس. إنه أولى بهذه الكاس من
الجميع. هداف البطولة، سادس أهدافه، هنا المرور، هنا التصويبة، هنا الكرة، هنا التعادل، هنا البرسا. ما زال الحلم مستمرا، ما زالت البطولة في الملعب، ما زال فيران توريس إنه القرش الآن. شوف هفوة المدافع والحارس في اللقطة الماضية. فيران توريس مشاهدينا متابعينا، يا لتمريرة لامين يامال، يا للصناعة. عليكم أن تذهبوا إليه أيضا، لا تنسوا انطلاقة كانت عن طريق فيران توريس ينعكس على الفريقين أيضا، والإرهاق في الشوط الإضافية. الكرة بترجع مرة أخرى، الله على لوكا، لوكا يبعدها، لوكا ولكن خاطئة، التصويبة القوية يا رب. سيسجلون هدفا ثالثا من أجل ثلاثية تاريخية يريدونها على مستوى الكلاسيكو وعلى مستوى الألقاب. برشلونة بأظهرته يحلق عاليا ويضرب كوندي بهدف تاريخي في إشبيلية يمكنها لك أن تمنحك ما لا يمكن لأحد أن يأخذه منك، يا كوندي. إنها ضربة قاتلة، إنها كرة ذهبية، إنه هدف تاريخي، إنه إنهاء عن طريق كوندي. يا للكرة، يا للتمريرة الخاطئة يا لوكا. كوندي يصطادها، كوندي يعاقبه. إنه زمن البارسا، إنه موسم البارسا، إنها الضربة القاتلة. شوف التمريرة تراجع فيها ولكن كوندي لا يتراجع. ثلاثية تاريخية من أجل ثلاثية يريدونها هذا الموسم، كلاسيكو آخر. الله على الإنهاء، على افتكاك الكرة، على التمركز، على التوقع. في البورصة لا تعرف من أين يأتي الخطر. ريمونتادا يقلبونها من جديد. يا للسعادة، يا للإنهاء. السلام عليكم ورحمة الله. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، كلاسيكو الأرض، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2024-2025. وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وإليكم التفاصيل الآن. يتجدد الصدام الكروي المرتقب بين عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، في مواجهة تعرف باسم كلاسيكو الأرض، والتي ستقام اليوم السبت الموافق 26/4/2025 على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية. برشلونة يدخل اللقاء بقيادة المدير